من احلى واجمل الكيكات اللي انا بحبها بصراحة هي كيكة الرواني. انتوا بقى بتقولوا عليها كيكة رواني ولا بتقولوا عليها كيكة بسبوسة؟ تعالوا بقى هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الرواني بأحلى وأجمل طريقة. هي كوباية واحدة بس اللي احنا هنعمل بيها كل المقادير. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تعملي لايك للفيديو، لو مش مشتركة معانا يا ريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة تعالوا نعمل مع بعض الشربات اللي هنسقي بالكيك. معايا هنا كوباية من السكر، وعليها كوباية ونص من المية، وعليها عصير نص ليمونة. هبدأ كده أدوب السكر شوية كده مع المية، علشان أنا ما بقلبش خالص السيرب وهو على النار. هاخده على النار كده، أول ما يبدأ يغلي هعد بالظبط 4 دقايق. بعد 4 دقايق هقفل عليه النار وهحط عليه ورقة من الفانيليا. وكده بقى السيرب بتاعنا بقى جاهز. الشربات بتاعنا ده يا جماعة لازم يكون بارد تماما تماما علشان نسقيه بالكيك. تعالوا بقى نعمل خليط الكيك بتاعنا. معايا هنا كوباية من الدقيق، أي نوع دقيق متعدد الاستخدامات انت بتستخدميه وبتفضليه. ومعايا بنفس الكوباية كوباية من سميد البسبوسة، ومعايا كمان كوباية من جوز الهند، وهنزل بكيس من البيكنج باودر. وبما اني هعمل كيك الرواني بالبرتقال فهحط 3 معالق كبار من بشر البرتقال. هقلبهم كده مع خليط الدقيق كده. لو هتعمليه من غير برتقال تقدري تستغني عن بشر البرتقال، مفيش مشكلة خالص. تعالوا بقى نجهز خليط الكيك. معايا هنا 4 حبات من البيض، ومعايا كمان كيس من فانيليا البرتقال. زي ما انا قلت لك لو مش هتعمليها بالبرتقال تقدري تستغني خالص عن الفانيليا برتقال وتحطي الكيسين عادي فانيليا عاديه. يبقى انا حطيت كيس فانيليا برتقال وحطيت كيس فانيليا عادي، ونزلت بمعلقه من الخل وكوبايه من السكر، ومعايا نص كوبايه من عصير البرتقال، ونص كوباية من الحليب. عايزة تخلي الكمية كلها حليب مفيش مشكلة، عايزة تخلي الكمية كلها برتقال مفيش مشكلة. طبعا ده اختياري يرجع لك انت. هنزل بقى على خليط البيض والسكر، وبنفس الكوباية هحط كوباية من الزيت. على فكرة الكيك بيكون حلو جدا جدا بالزيت، يا جماعة جربوه أحلى من السمنة كتير. هاخد الخليط ده كده واضربه كويس قوي في الخلاط. أنا مش محتاجة أضربه جامد، أنا عايزة بس المقادير كده تتجانس مع بعضها، هيبقى كده تمام. هاخد بقى الخليط بتاعي ده وأنزل بيه على المقادير الجافة. هبدأ أقلبهم كده كويس كده مع بعض لعند ما كلهم يتجانسوا مع بعض. ما تقلقيش خالص، هتلاقي الخليط سايل كده في الاول وبعد كده الخليط هيبدأ يتقل معانا. بس عايزه اقولك هو ما بيبقاش تقيل زي خليط الكيك العادي، هو بيكون اخف منه شويه. لو تلاحظوا ان الخليط بدأ يتقل معايا كده، ولما تيجي تقلبي لازم تقلبي في اتجاه واحد. في نفس الوقت بقى انا مجهزه صينيه، دي الصينيه اللي في النص اللي هي بتاعه الطقم المستطيل. مبطناها كده بشويه من الزيت وشويه من الدقيق. هبدأ انزل كده بخلط الكيك. في نفس الوقت مشغله الفرن على درجة حرارة 180. هحط الكيك في الرف اللي في النص، هيقعد بالظبط حوالي ساعة الا ربع، وهيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اقول لكم ريحته خطيرة خطيرة. اول ما يبدأ يخرج كده من الفرن هبدأ انزل عليه بالشربات البارد. هتبص تلاقيه بيشرب معاكي عادي خالص بكل سهولة. هحط عليه بقى شوية كده من جوز الهند من فوق، بيديله شكل وطعم حلو قوي. هسيبها بقى تبرد وابدأ اقطعها. مش قادرة اقول لكم طرية وشاربة الشربات وطعمها حلو جدا جدا. قولوا لي بقى في الكومنتات كده انتوا بتقولوا عليها كيكة رواني ولا بتقولوا عليها كيكة بسبوسة؟ بصوا بقى يا جماعة شكلها من جوه عامل ازاي. خطيرة خطيرة خطيرة. طعم كمان البرتقال مديها طعم حلو جدا جدا. زي ما انا قلت لك لو عايزه تعمليها بالحليب بس ما فيش مشكله خالص، عايزه تعمليها بالبرتقال بس برضو ما فيش مشكله. طعمها حلو جدا. حضري بقى كوبايه الشاي وكلي بقى معاها احلى كيك ممكن تدوقيه. يا ريت بقى لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، لو مش مشترك يا ريت تشتركي معانا.
علشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.